كيكة الشاي السادة العادية دي هتفضل دايما العشق بتاعنا. مهما عملنا من كيكات وزيناها بصوصات هنرجع برضو للكيكة دي ونحبها أكتر حاجة. وفي الغالب ارتباطنا بيها ده راجع لأننا كلنا تقريبا واحنا صغيرين كنا دايما بنقف حوالين أمهاتنا في المطبخ وهم بيعملوها. عشان نعملها هنحتاج 4 بيضات يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. هنضربها كده ثواني بالمضرب وبعد كده هننزل عليها بالسكر. السكر معانا من كوباية لكوباية وربع. كوباية وربع هتبقى يعني السكر بتاعها حلو، كوباية هيبقى السكر معتدل جدا لو انتوا ما بتحبوش السكر يبان في الكيكة. هننزل بالسكر على 3 مرات كده، وكل مرة بنضيف شوية ونضرب نص دقيقة وبعد كده نضيف شوية تانيين، وهنكمل ضرب لغاية ما السكر ما يدوب تماما. والخليط بتاعنا بتاع البيض والسكر ده هيتحول لخليط كريمي هتشوفوا شكله بعد شوية. دلوقتي بقى هنضيف معلقة صغيرة من الفانيليا ونكمل ضرب. الخطوة دي تقريبا بتاخد حوالي 4 دقايق لغاية ما الخليط بتاعنا ما بيفتح وبيتحول كريمي بالشكل ده. كده خلاص بقى جاهز. هنحط بقية المكونات. احنا هنحتاج كوباية من المادة الدهنية، ممكن تبقى زيت بس او ممكن تبقى زيت وزبدة او زيت وسمنة، نعمل ميكس ما بينهم. انا عن نفسي استخدمت كوباية الا ربع زيت وربع زبدة. هنخلطهم مع بعض كده لمدة ثواني وبعد كده هننزل عليهم بكوباية من اللبن، وطبعا اللبن لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما نطلعوش من التلاجة ونستخدمه. وهنخلط كل المكونات مع بعض كده بالراحة، وبكده يبقى خليط السوائل جاهز. هنبدأ بقى نحضر خليط المواد الجافة. هنحتاج 2.5 كوباية من الدقيق يعني 315 جرام، وهنضيف عليها تلت كوباية من النشا يعني 35 جرام. هنقلبهم كده مع بعض وبعد كده هنبدأ نضيفهم. طبعا واحنا بنضيفهم على خليط السوائل لازم ننخلهم. عملية النخل دي مهمة جدا عشان ما يكونش فيه اي تكتلات، وكمان عشان بتدخل هواء في الكيكة بتاعتنا وده بيساعد ان هي ترتفع اكتر. الدقيق بنضيفه على 2 أو 3 مرات. كل ما بنضيف شوية بنخلطهم كده كويس جدا في السوائل لغاية ما الدقيق ما بيختفي، وبعد كده بنضيف كمية تانية. وزي ما احنا لينا ذكريات حلوة مع اهالينا في الكيكة دي، برضو ممكن تخلوا اولادكم يعملوها معاكم عشان ينبسطوا قوي. مع اخر شوية في الدقيق انا ضفت رشة من الملح، وطبعا رشة الملح مهمة في الحلويات عشان بتعمل توازن في الطعم. كده خلطت المكونات خلاص، الدقيق اختفى والخليط بتاعنا بقى كريمي. هنضيف بقى البيكنج باودر. انا ضفت كيس كامل من البيكنج باودر اللي هو 16 جرام. هنخلط برضو لغاية ما البيكنج باودر يختفي تماما، وبعد كده هنضيف اخر مكون اللي هيخلي الكيكة بتاعتنا طرية قوي، وهي ربع كوباية من اللبن السخن. مش لازم يكون بيغلي لكن يبقى سخن. هنقلب كده وكده الخليط بتاعنا بتاع الكيكة بقى جاهز. قبل ما نحط الخليط ده في الصينية اللي هنخبز فيها نجيب سباتشولا عشان نلم كل الجوانب ونتأكد ان مفيش اي دقيق موجود في قعر الطبق اللي احنا بنعجن فيه. طبعا احسن حاجة لتسوية الكيك هي الصواني الالومنيوم، لكن لو مش متوفرة ممكن نستخدم صينية بايركس زي دي مقاس 25 في 35. انا دهنتها بدهنة زبدة وعفرتها بالدقيق. ولو هتستخدموا صواني مدورة تبقى مقاس 28 أو 26. بعد كده بالمعلقة هنعمل خطوط رايح جاي بالشكل ده عشان لو في أي فقاعات هوا كبيرة تخرج. وبرضو ما ننساش إن احنا نخبط الصينية خبطتين 3 كده عشان نطلع أي فقاعات هوا كبيرة. الكيك بتدخل في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180، بتاخد من 40 ل 45 دقيقة أو حسب الفرن بتاعتك. لازم تختبريها من النص إن هي استوت قبل ما تخرجيها. بعد ما بنخرجها بنسيبها تبرد أو تبقى دافية حاجة بسيطة قوي. ممكن نغطي وشها كده ببلاستيك لمدة 5 دقايق، ده بيخلي الوش بتاعها طري جدا، بس 5 دقايق مش أكتر عشان مش عايزينها تعرق. وعشان تحتفظوا بالكيكة تفضل طرية لأطول وقت ممكن، بعد ما بتبرد تماما كده يعني على آخر اليوم الشوية اللي هيفضلوا حطوهم في طبق أو في علبة محكمة الغلق. لو حطيتوهم في طبق غطوا الطبق ده بكيس من البلاستيك. بصوا بقى جمال الكيكة دي عاملة ازاي. اللون بتاعها والتسوية بتاعتها حلوة جدا وارتفاعها كمان جميل قوي. لو عايزينها مرتفع اكتر يبقى اعملوها في صينية اصغر من كده. وبجد يعني ريحتها كانت مالية البيت وطرية جدا زي ما انتوا شايفين كده. ولما تقطعوها من النص باين قد ايه المسام بتاعتها مش كبيرة قوي وطرية قوي تحت ايدينا. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.